طول ما صوتك حر ورأيك من دماغك ومحدش بيوجهك يقول لك تعمل ايه او ما تعملش ايه، اطلع اتكلم وقول اللي انت عايزه زي ما انت عاوز، ما دام بتحترم الناس كلها، بس تدي كل واحد حقه بما يرضي الله. علشان كده من خلال الفيديو انا حابب اشيد بجميع اعضاء مجلس اداره النادي المصري وعلى راسهم مستر كامل ابو علي على الاحترافيه الكبيره في كيفيه التعامل مع تخطي هذه المرحله الصعبه، مرحله انتقاليه صعبه على النادي المصري، مر بيها بظروف نوعا ما فيها تخبطات كتيره، سواء على المستوى الاداري او حتى على المستوى الفني. اداريا عندك مشاكل، لعيبه عايزه تمشي، عروض، مين هيمشي مين هيقعد، ضغوطات جماهيريه، لعيبه بتغلط في حق النادي، فبيحتم عليك الامر ان انت تاخد قرارات قويه وقرارات حاسمه، وانت برضو بتكون موجود في الموعد وما بتخذلش جمهورك. وفي نفس الوقت على المستوى الفني برضو بتمر بظروف صعبه، تخبطات بقى على مستوى الاداء والنتائج والقياده الفنيه بالنسبه للجهاز الفني، لكن الموضوع كله مشترك ما بين اللعيبه وما بين الجهاز الفني. فان يبقى عندك القوه وعندك الشخصيه وعندك الجرأه ان انت تعرف تتخطى هذه المرحله، وان انت تعرف تمتص الغضب الجماهيري ده وتهيئ المناخ للفرقه والجهاز الفني ان هم يشتغلوا في ظروف كويسه عشان يرجعوا يمشوا تاني على الطريق المستقيم، دي حاجه في قمه الاحترام، وبتدي انطباع ان لا انت ماشي صح، وان هتنجح اجلا ام عاجلا، ما عندكش اي مشكله خالص، وان انت تبقى جريء ان رغم الظروف الصعبه اللي اصلا الناس كلها لما بتتحط فيها كله بيجري وبيستخبى يقول لك لا وطي دلوقتي عشان الموج عالي، لا انت كنت جريء وكنت بتواجه، واجهت جماهيرك وكنت معترف بالاخطاء وكنت امين جدا جدا مع الجماهير بتاعتك، وبالتالي رحت عملت مؤتمر جمعت فيه كل الصحفيين عشان الناس تتكلم والجمهور يطمن على المرحله القادمه، وتعاملت مع المؤتمر ده بمنتهى الوعي واتكلمت كلام منطقي جدا كمجلس اداره. اعضاء كانت موجوده ايا كان بقى استاذ محمد موسى، استاذ ياسر سالم، استاذ رجب، استاذ الحسيني ابو قمر، ايا كان مين اللي كان موجودين، حتى كابتن علي ماهر، رغم ان الناس كلها يعني برضو في غضب نوعا ما، لكن بعد كلامه في المؤتمر الامور هديت خالص، هو عرف يتعامل، هو عرف يتكيف مع الموقف، عرف ازاي يمتص غضب الجماهير من خلال بعض التصريحات المهمه جدا جدا بالنسبه له. فالمرحله دي مش اي حد يعرف يتخطاها. خلي بالك مجلس الاداره كان عليه كم ضغوطات رهيب من بدايه السنه، صفقات ولاعيبه ومشاكل احمد عيد واحمد ايمن وغلاس قناوي جاي ولا مش جاي، ومش عارف مين ايزي ايميكا قاعد ولا ماشي، وكابتن علي عايز فلان وعايز فلان، وضغوطات غير طبيعيه. وبرضه انت ما زلت موجود في السيف سايد لحد هذه اللحظه، لكن الناس طموحاتها كبيره، الناس عايزه تحقق بطوله، عايزه تلعب دوري ابطال افريقيا او تلعب كونفدراليه او تكون موجوده في المربع الذهبي او تكون موجوده وسط الفرق الكبيره وتلعب كره حلوه، ده طبيعي وده حق مشروع لاي فرقه جماهيريه كبيره بحجم النادي المصري. الفتره اللي جايه صعبه، مش هتتحمل ان انت ما يبقاش عندك شخصيه. فالظهور اللي ظهر عليه مجلس الاداره مش عايز اقول كان مفاجئ بالنسبه لي، عندي ثقه طبعا فيهم، بس ما كنتش متوقع كده، ما كنتش متوقع ان في قوه كده وفي شخصيه كده وفي اصرار على الموقف، رغم ان انا قلت لكم كان في محاولات قويه بهيمنه الموقف بتاع مروان حمدي، الا ان هم كانوا مصرين ومصممين، والنهارده بيعلنوا رسمي ان هم عرضوا مروان حمدي للبيع، وبيعلنوا رسمي ان الياس الجلاصي لو جاله عرض بقيمه معينه مليون دولار هيبيعه، ما عنديش مشكله، انا عايز اسوق وعايز اكسب وعايز اجدد دوافع واجدد دماء واجيب لعيبه ثانيه. ده بيدل على الشخصيه القويه وبيدل على النزاهه، ان الناس مش هتستفيد حاجه، بالعكس الناس عايزه تحط الفرقه على الطريق السليم، ودي مرحله انتقاليه ومرحله مهمه ومرحله تصحيح مسار، لازم يكون في تكاتف. وبرضه بحيي كل جماهير النادي المصري على استيعابها للكلام، وان هي قدرت تتحكم في الغضب بتاعها، ده برضه كان مهم جدا جدا، وان هي تبقى دافع قوي ودافع ايجابي معنوي، حتى لو في انتقادات تبقى انتقادات ايجابيه للافضل وللاحسن ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه. اما على المستوى الفني انا مش هتكلم في اي فنيات، كده كده مفيش ماتشات، فهنسيب كابتن علي ماهر يشتغل في ظل بقى تجديد الثقه فيه مره اخرى، وندي له فرصته، والراجل يشتغل فتره توقف كبيره يصلح فيها اخطائه، يجهز فيها لعيبته، يحضر اوراقه، يبدا يظبط طرق لعبه، لان اللي جاي هيبقى صعب. فكل التوفيق للنادي المصري ومجلس اداره النادي المصري ولاعيبه النادي المصري والجهاز الفني النادي المصري، وبالتوفيق طبعا للجماهير ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه، ودايما نطلع نتكلم ان شاء الله باذن الله في امور ايجابيه.